ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. كما نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات التواصل لشبكة سلام الفضائية. كان قد وصل بنا المسير والحديث في تفسير جزء عما، وكنا قد طفنا من تفسير جزء عما من سورة النبأ إلى سورة الشرح. وها نحن في هذه الحلقة المباركة نشرع في تفسير سورة التين بمبسط وبيسر وسهولة. سورة التين وهي سورة مكية، عدد آياتها 8 آيات، واستفتحها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم ربنا عز وجل في هذه الثلاث آيات بعدة أماكن، وهي أماكن مقدسة وأراض مباركة، لأنها أنزلت عليها شرائع سماوية على أنبياء الله عز وجل، وهم أولو العزم من الرسل. قول ربنا سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. وكما هو معلوم أن التين هي ثمرة وفاكهة خلق ربنا سبحانه وتعالى معروفة، وكذلك الزيتون وهي شجرة مباركة، كما حكى ربنا عز وجل بأنها شجرة مباركة وهي الزيتون، ومنه يأكلون الناس، ومنه يصدرون أضواءهم بزيت الزيتون. كذلك أقسم ربنا سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، كما حكى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن التين هو الجبل الذي أقيم فيه مسجد نوح عليه السلام على الجودي بعد الطوفان. والزيتون إشارة إلى أرض الشام، الأرض المباركة التي حكى نبينا صلى الله عليه وسلم والتي تدار فيها الساحات إلى قيام الساعة. الزيتون وهي إشارة إلى أرض فلسطين. وقول ربنا عز وجل: وطور سينين. وطور سينين والمقصود بها جبل الطور، والطور سينين في لغة الكنعانيين مقصود بها الجبل. وطور سيناء أو طور سينين هي الأرض هو الجبل الذي يقع في الصحراء الواقعة بين مصر وبين فلسطين. وقول ربنا عز وجل: وهذا البلد الأمين، يقصد ربنا سبحانه وتعالى مكة المكرمة الشريفة المعززة المكرمة، وتسمى بأسماء عدة بالبلد الأمين، وتسمى بمكة، وتسمى ببكة، وتسمى بالبلد العتيق، ولها عدة مسميات. وشرف هذه البقعة المباركة والذي
هرول فيها نبينا عليه السلام إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل وزوجه هاجر. هي أرض مباركة، أرض النبيين والصديقين والشهداء. وخصائص مكة كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأبرزها بأن من دخلها أي مكة كان آمنا بحديث ونص نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن دخله كان آمنا، ومن دخل دار أبي سفيان. وقول ربنا عز وجل على كذلك على البلد الحرام ومن دخله كان آمنا. وقالوا في رواية والبلد الأمير كذلك بأن أهله مأمونون، يؤمنون من الفزع، ويؤمنون من الخوف، ويؤمنون من الجوع. هذه من خصائص مكة المباركة. والإشارة إلى الأقسام التي أقسم ربنا عز وجل بها والتين والزيتون إشارة إلى الشرائع السماوية التي أنزلت في تلك الأراضي المقدسة التي حكاها ربنا سبحانه وتعالى من مكة المكرمة، وهي شريعة الإسلام التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطور سيناء على موسى عليه السلام، والزيتون على أنبياء الله عز وجل في أرض الشام المباركة في أرض فلسطين. وكذلك والتين والمقصود بها إشارة إلى نوح عليه السلام وعلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أي إنسان؟ كل إنسان، جنس بني الإنسان خلقه ربنا سبحانه وتعالى من العدم وركبه في أحسن تقويم، في أحسن خلقة وهيئة، كما قال ربنا عز وجل في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وربنا سبحانه وتعالى امتن على هذا الإنسان وبني آدم بأنه خلقه أحسن خلقة، وفي أحسن صورة، وفي أحسن هيئة. فلا ينبغي لأحد أن يلمز أخاه بأنه خلقته غير سوية. وربنا عز وجل إن كان يقصد هذا الإنسان بأن خلقته غير سوية فهو يقدح في ذات الله عز وجل، ويلمز في خلقة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. وربنا عز وجل كريم وعادل، خلق الإنسان من عدم، وفي أحسن خلقة وفي أحسن صورة وهيئة. قال ربنا عز وجل بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أي إذا لم يتبع سنن الفطرة، إذا لم يتبع سنن الهدى، إذا لم يتبع داعي الله عز وجل، إذا لم يتبع رسل ربنا سبحانه وتعالى الداعين إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر والداعون إليه، قال ربنا: ثم رددناه، هذه عاقبته، أسفل سافلين. أسفل سافلين قالوا أنه إلى أسفل جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وكما تعلمون أعزائي المشاهدين بأن الجنة منازل عليا ودرجات، وبأن النار وجهنم أعاذنا الله وإياكم منها هي دركات إلى الأسفل. قال ربنا: ثم رددناه أسفل سافلين، أي أسفل وأدنى شيء في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أخبر ربنا عز وجل من هم الذين يستثنون من أن يكونوا في الدركات الأسفل من النار. قال ربنا عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولنقف في هذه الآية: إلا الذين آمنوا. الإيمان بالله عز وجل
الإيمان بربنا سبحانه وتعالى بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، والإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله سيحاسبنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، والإيمان بيوم القيامة، والإيمان بأنه هو المدبر لهذا الكون الفسيح، والمدبر لك أيها الإنسان بأمورك وشؤونك، لأنه قال ربنا عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال ربنا عز وجل عن نفسه: لا تأخذه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا. ومن درجات الإيمان أن تحسن الظن بربك عز وجل. قال ربنا في الحديث القدسي قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فليحمد الله، وإن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وحسن الظن بالله عز وجل هو فضل من الله عز وجل لهذا العبد بأن يحسن الظن فيه، ولذلك ربنا عز وجل يرضى عن المحسنين الظن فيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا عن الله عز وجل غاية المحسنين وشرف المتقين المؤمنين، ولذلك الرضا عن الله عز وجل يضع المؤمن في غاية الانشراح. والرضا عن الله عز وجل هو التسليم له بكل شيء، التسليم لله عز وجل والانقياد والاستسلام له سبحانه وتعالى بكل شيء. فلا تجد المؤمن إلا منشرح الصدر راضيا مطمئنا بقضاء الله عز وجل. ونبينا عز وجل قال ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. أي إن أصابته أشياء جميلة، وإن أصابه خير شكر ربه سبحانه وتعالى. وهذا في غاية اللطف والامتنان من العبد لله عز وجل، وهو من توفيق الله عز وجل للعبد بأن يشكره، لأن الله يحب الشاكرين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. والضراء هي ما يصيب العبد من اللأواء والشدة والبلاء الذي قد يكرهه في نفسه، ولا يعلم بأن الله عز وجل يحب الصابرين الذين قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن أصابته ضراء صبر، إلا الذين آمنوا. وقوله عز وجل: وعملوا الصالحات. لا يفيد مؤمن إيمانه من غير عمل، والإيمان يترجم إلى أعمال صالحة، إلى أعمال صالحة. وكل الآيات في كتاب ربنا عز وجل مربوط بها الإيمان والعمل الصالح مقترنان لا ينفكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
ولذلك تجد في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان مقترن بالعمل الصالح، والعمل الصالح مقترن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. فالذي يقول أنا مؤمن بالله عز وجل نقول له ما حقيقة إيمانك؟ هل تؤمن بالله إيمانا في قلبك من غير أن يثمر على لسانك أو على جوارحك؟ هل تؤمن بالله عز وجل من غير أن تعمل عملا صالحا يترجم ذلك الإيمان الذي تحمله في داخل قلبك؟ فالعمل الصالح هو ثمرات الإيمان بالله عز وجل. والأعمال الصالحة أعزائي المشاهدين الله سبحانه وتعالى يسرها في هذا الدين العظيم بكل يسر وسهولة. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الباقيات الصالحات من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه أو ليلته 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكانت له حرز من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجلا قال مثل قوله وزاد على ذلك. حديث صحيح. ولذلك أسهل عبادة على المؤمن هي أن يحرك به لسانه وأن يذكر الله عز وجل في لسانه. أسهل العبادات اللسان، وكذلك أخطر الذنوب والمعاصي والآثام هي ما تنبع عن اللسان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أحد الصحابة وهو معاذ قال يا رسول الله، يقول معاذ الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول أو بما تقول ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا ما يسببه هذا الجرم الصغير وهو اللسان. لذلك الله عز وجل حذر من اللسان ورغب في الذكر. وذكر الله عز وجل ربنا عز وجل امتدح الذاكرين له آناء الليل وأطراف النهار، وامتدح الله عز وجل. ولذلك اشتكى المهاجرون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في كثرة ذكرهم لله عز وجل وكثرة مالهم، لأن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله وكانوا ينفقون في سبيل الله وكانوا أسخياء رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وكانوا فقراء إلى كثرة الذكر عل أن يبلغوا منازل. فاشتكى المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، أو في معنى الحديث بأن الأنصار يقولون مثل ما نقول في الذكر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور بالغنائم. ولذلك من أراد أن يسبق الناس فليكثر من ذكر الله عز وجل، ومن أراد أن يبلغ المنازل العليا فليكثر من ذكر الله عز وجل. والذكر للإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن الذكر للإنسان مثل أن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لذلك الذي يذكر الله عز وجل هو إنسان حي، وأما الذي لا يذكر ربه عز وجل وهو كالميت لا روح فيه.
والذكر للإنسان كما قال الشاعر والذكر للإنسان كحياة ثانية. قال ربنا عز وجل فلهم أجر غير ممنون، أي الذين يؤمنون بالله عز وجل ويعملون عملا صالحا مخلصين له، لهم أجر أي ثواب من الله عز وجل غير مقطوع مستمر إلى يوم أن يلقوه سبحانه وتعالى. ممنون أي غير مقطوع ومستمر إلى ربنا عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل فما يكذبك بعد بالدين، أي هذا الإنسان بعد ذلك، بعد إنزال الله عز وجل الشرائع السماوية على أطهر وأشرف الأنبياء أولو العزم من الرسل، وبعد خلقك في أحسن تقويم، وبعد رؤية ثمرات الإيمان بالله وملائكته والعمل الصالح، فما يكذبك أيها الإنسان، فما يكذبك بعد بالدين، أي فما يكذبك بيوم القيامة. والتكذيب بيوم القيامة لا يكون إلا من كان في قلبه ضعف، أو من كان في قلبه خلل، أو من كان في عقله غير اتزان. لذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أقر حقيقة الإيمان بيوم الدين والإيمان بالبعث والنشور. قال ربنا عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وربنا عز وجل قرر حقيقة الإيمان باليوم الآخر في كل كتاب الله عز وجل وفي أغلبه. لماذا؟ حتى يعمل الإنسان لآخرته، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وما هذه الحياة الدنيا إلا كظل زائل. قال ربنا عز وجل بعد ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى والله إن على ذلك من الشاهدين. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟
نعرب لأخت نا إسلام مرحتي أسلام كقبروا دلهم عرب كشطوا دلهم سكح يجيبون رؤوسهم ذلوا سبات الله أجرنا نعرب عن شيطاننا بعد دقيات حسنا دقيات بيان برخن تسيني تقول سلز نبرة مت محبر فقرها قري لهم زقبور بتناير بعن حدا اتقوا قنقوا عرب زبلو عرب كخون دلي يكون الناس يزغل أفريقيا إنجليشين فرنسا زارب دلو جزءاتنا جزءات كلني زارب دلو إنجليزاويان كونوا فرنساويان كونوا الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وصلنا في الحلقات السابقة عن أحكام التجويد، عن أحكام اللامات السواكن في القرآن الكريم، وكنا قد تحدثنا عن أول حكم من أحكام اللامات الساكنة أو السواكن في القرآن الكريم هي لام الأل، لام ال وهي لام التعريف، وينقسم فيها الحديث إلى لام قمرية ولام شمسية. وها نحن الآن في هذه الحلقة المباركة سنتكلم عن بقية الأحكام مثل لام الفعل ولام الحرف، ولعلنا نتكلم قليلا عن أحكام لام الفعل ولام الحرف. فلام الفعل هي لام ساكنة تقع في الكلمة التي تكون فعلا، وهذه اللام هي لام أصلية، لام أصلية، وتكون هذه اللام في متوسطة أو متطرفة في الكلمة، ولها حكمان. الحكم الأول حكم الإدغام وحكم الإظهار. فالإدغام تدغم في حرفين إذا أتى بعد اللام الساكنة حرف اللام والراء فتدغم هذه اللام. وأما الإظهار فهي تظهر في بقية الأحرف الهجائية ما عدا حرف اللام وحرف الراء. هذه لام الفعل. وأما لام الحرف ففي كتاب الله عز وجل لا يوجد إلا كلمتين في قوله هل وبل، هل وبل. فاللام الساكنة التي تكون في كلمة هل وبل مثلها مثل حكم لام الفعل، تأخذ في الإدغام إذا أتى حرفي اللام والراء بعد اللام الساكنة فتدغم وتظهر في بقية الحروف الهجائية.
هذه أحكام لام الفعل ولام الحرف. ولعلنا نستطرد في هذا الصدد ونقرأ في سورة الملك ونستخرج بعض أحكام اللام الساكنة في هذه السورة الشريفة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ولعلنا أعزائي المشاهدين نأخذ مشاركة من مشاركاتكم الطيبة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنهما الأفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يؤفكون ذوقوا فتنتكم هذا الذي يوم هم عن النار يؤفكون يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. يحتاج أن تقرأ بتشكيل أكثر في المرات القادمة ونفع الله بك. ولعلنا نأخذ مشاركة أخرى من مشاركاتكم الطيبة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ما شاء الله بارك الله، تلاوة مباركة وطيبة. أحسن الله إليك ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعلنا كذلك نستمع إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم الطيبة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أحسن الله إليك ونفع الله بك، مع ملاحظتي بأن تركز على أحكام النون المشددة ولكنكم بمقدار نون مشددة بمقدار حركتين، ونفع الله بكم. ولعلنا نكمل بقية سورة الملك ونأخذ فيها بعض أحكام التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. كانت هذه قراءتنا في سورة الملك، وبها ختمنا جزء تبارك، وكنا أتممنا قراءة لسور جزء عامة، وها نحن ختمنا الآن قراءة لسور جزء تبارك. نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسنات الجميع في يوم أن نلقاه. كما نذكر أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم
على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. ونذكركم بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. ha 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 ha